استريحتي كده يا كارلا؟ ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. زي ما انتم شايفين كده او سامعين صوتي، ان انا لسه يعني ما كملتش نوم. انا صحيت من النوم، هي صحتني، بصيت لقيت يعني لقيتها بتحول لي العيال على السرير، يعني جايبه الاطفال ديت طفل كده ببقها وحطاه جنبي كده على البطانية، زي ما تكون بتقولي كده يعني رسالة ان انا اقوم اشوف الدنيا يعني. المهم فقمت حطيت لها الاولاد تاني في الارض مكانهم، فراحت مرجعهم تاني، يعني جابتهم لي بقها تاني برضو على السرير. كل يعني الموضوع ده حصل حوالي 3-4 مرات كده. فاخر ما زهقت قمت بقى. ففعلا انا الصراحه يعني عشان شغلت اليومين اللي فاتوا دولت، فلقيت الفرشه بتاعتهم فعلا ساقعه، لان الجو زي ما انتوا عارفين اتقلب اليومين اللي فاتوا دولت. امبارح الدنيا نطرت جامد، ولقيت فعلا الدنيا لسه ساقعة عليهم. فهي زي ما تكون بتقولي لا، الفرشة بتاعتهم ساقعة وانتوا نايمين على البطانية، يعني عايزة تدفي ولادها. المهم فانا فهمت بقى، فجبت كده ايه، البروفال ده كان قديم كده عندي، فرشتهولها كده، وحطيت لها عليه العيال. فرحت جدا بقى، بصت لقيتها زي ما انتم شايفين كده من ساعتها قعدت استكنت وخدت العيال في حضنها، وهي بتريح كده وبتنام، وتقولي يعني ايه شكرا بقى. طبعا عارفين القطط بقى لما تشكر تقعد تتمسح في الواحد كده، لذيذة قوي. فسبحان الله، يعني هي صحتني من النوم وهتنام هي بقى. يعني هي صحتني ولقيتني، بس بصراحة بغرض، يعني انا فعلا لقيت الاطفال كانت سقعانة، لان انا يعني امبارح بصراحة ما بصيتش عليهم خالص، لان كنت مشغولة بقى. كل سنة وانتم طيبين بالكحك والمنين والحاجات ديت، فاتشغلت عنها بصراحة شوية. فعقاب ليا بقى راحت جت صحتني من النوم، وبتحول لي العيال زي ما قلت لكم 3-4 مرات. فقمت بقى فهمت ان في حاجة قلقاها يعني ومش مستريحة. فمن ساعة ما حطيت لها البروفال ده خدتهم في حضنها كده واستكنت بقى ودفتهم يعني. وماشي يا ست كارلا، ادينا عملنا اللي انت عايزاه وخلاص كده. طبعا مش هننام، هنقوم بقى نستعد عشان نصلي الظهر، نشوف اللي ورانا. سبحان الله، يمكن صحتني كده عشان خلاص الايام بتجري مننا ولازم نخلص اللي ورانا بدري بدري. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.